السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة من أكلاتنا الحلوة اللي أي حد فيها لو ملوش نفس الأكل، لو شاف الأكلة دي نفسه تتفتح وياكل. هعمل طبق بامية حلو كده يستاهل بقكم، شوية تحابيش كده جنبه بقى الأكل عيش. معايا جايبة كيس بامية من السوبر ماركت، اللي هو الخضار المجمد ده. جايبة كيس بامية، معايا بصلاية حجمها حلو كده وسط، مش كبيرة أوي ومش صغيرة أوي. نقشرها ونغسلها ونخرطها. خرطها قطع صغيرة كده زي ما انت شايفة. اذكري الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هخرط البصلة بتاعتي وبعدين هحط عليها الزيت. حابة تحطي سمنة حطي، أنا بستعمل الزيت. هحط شوية زيت وبعدين هحطها على النار، أحمر البصلة بتاعتي. كل يوم قبل ما احضر الاكل بتاعي بسأل حبايبي انت هتعملي غدا ايه، تقول لي ودي تقول لي هتعملي غدا ايه. في الاخر اشوف واقرر انا هعمل ايه للغدا. سؤال بيحير كل الناس. كل الناس كل يوم بتحتار احنا هنعمل غدا ايه، كل يوم عايزين نعرف هنعمل، وعايزين نعمل اكلة جديدة وعايزين نغير في الاكل. حيرة كل يوم غدا ايه. فانا النهارده بعد تفكير كتير قلت نعمل اكلة عيش، ما عملناش بقالنا فترة، قلنا نعملها النهارده. هعمل بامية وهعمل فول بطماطم وهحمر بطاطس. وعملت ايه تاني مش فاكرة والله. انا بفتكر كل حاجة معاكم وانا بسجل دلوقتي. هنا الزيت بتاعي بدأ يسخن معايا اهو. اول ما البصلة بتاعتي بدأت تحمر هنزل فيها بنص معلقة توم مفروم، وبعدين هنزل بالبامية بتاعتي. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، لو لسه ما اشتركتش اشتركي وضغطي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا زي ما قلت لكم البصلة بتاعتي اول ما بدأت تصفر معايا نزلت بنص معلقة توم مفروم، بعدين هنزل بالبامية. احط البامية وهحط عليها البهارات بتاعتها، ملح وفلفل اسود وكمون وشطة طبعا. الشطة دي اساسي. البامية بتاعتك لازم تكون فيها نسبة حرارة كده بتوديها في حتة تانية لما بتكون حراقة. هنا هشوحها في 10 دقايق في البصلة. شوح البامية مع البصل لمدة 10 دقايق. ههدي عليها النار واسيبها تتشوح مع البصلة شوية بالبهارات. انا هحط لها بهاراتها دلوقتي، احط ملح وفلفل اسود وكمون وشطة، واغطي عليها واسيبها شوية بقى، هم 10 دقايق. هنا حطيت الملح الكمون والفلفل الاسود والشطة، هقلبهم مع بعض
واغطي عليها وهدي النار عليها زي ما قلت لكم. ههدي النار واسيبها تتشوح مع البصلة لمدة 10 دقايق. هنا خلاص شوحت معايا، مغطية عليها بقالي 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. وبعدين بنزل عليها بالطماطم بتاعتي اللي فرمها في الخلاط. فرملها 4 حبات طماطم، انزل على البامية بالطماطم المفرومة واسيبها بقى لحد ما تتسبك مع نفسها وتستوي في الطماطم، وهتبقى مفيش احلى من كده. هتشم ريحة بامية والله تحفة، اقسم بالله ريحتها كانت جميلة. كانت بقى لان هي خلاص اتاكلت. الف هنا على قلب الاكل. هنا اول ما هتبدأ تغلي معايا هوطي عليها وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنا كنت عملت الفول بطماطم، عملته. ده الفول اللي انا كنت عاملاه في رمضان، ومخزناه في الفريزر. في زبدة والله ما شاء الله. اللي ظاهرة في الفول دي الطماطم، لكن الفول انا ببقى فرماه في الخلاط بيبقى ناعم جدا، ما فيش فيه اي حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا اهي الطماطم بتاعتي بدأت تغلي، ههد عليها النار واغطيها واسيبها بقى لحد ما تستوي. هنشوفها مع بعض لما استوت. اللي لسه بيشوفني لأول مرة وما اشتركش يشترك في القناة، يضغط لايك. هنا خلاص البامية بتاعتي استوت. اعمل لها بقى نص معلقة توم مفروم في شوية زيت. نعمل لها طشة التومة بتاعتها بقى. الطشة دي بتوديها في حتة تانية. وهنا كنت ضفت في البامية كمان قرن فلفل حراق. دي الحتة دي ما اتصورتش، حطيت فيها قرن فلفل حراق. مش عايزة تحطيه ما تحطهوش، ممكن تحطيه بارد عادي، بس انا بحطه حراق. هنا هحمر التومة وهنزل بيها على البامية، وتاكلي احلى طبق بامية، طعم وريحة تحفة. اعمليها بالطريقة دي وهتعجبك جدا. اعملي لها طشة التومة كده بعد ما تخلصيها وتستوي، واديها قلبة واحدة بس بالتومة، يعني يا دوب تقلب قلبة بس مع طشة التومة، وبعد كده تطفي عليها. والله هتدعيلي لو عملتيها بالطريقة دي. احنا بصراحة طبق البامية ده غطى على بقية الأكل اللي كان موجود. ما شاء الله. شوفي الجمال، مستوية جميلة. الطماطم بتاعتها حلوة جدا. هسيبها تقلب قلبة بس بالتومة، وبعدين هطفي عليها. تعالوا نشوف شكل الأكل بعد ما غرفته. أنا معايا طبق الفول بتاعي، الفول بطماطم. معانا طبق البامية. شوفي البامية بقى وجمالها، وطماطم وخيار وحمرت فلفل من الحراق ده قليته برضو، وحمرت بطاطس. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. يلا اللي لسه ما اشتركش يشترك. شوف الجمال، الف هنا على قلب اللي اكلني.
اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.